الساعة كانت داخلة على 12 بالليل. المطر في الوقت ده كان بينزل خفيف على شوارع القاهرة، والهواء بيخبط في إزاز كبير بتاع الاستوديو اللي فيه الراديو في الدور العاشر، اللي موجود في أحد المباني القديمة اللي موجودة في شوارع وسط البلد. شوارع الهادية بطريقة مش مريحة، كأنها على ميعاد مع حاجة هتحصل. مي القاضي قاعدة قدام المايك بتاعها، شعرها مربوط وعينيها مركزين على اللمبة الحمراء اللي بتعلن إن البث شغال بصوتها الهادي اللي الناس كلها اتعودت عليه. وقالت: مساء الرعب على كل اللي صاحيين دلوقتي، أنا مي القاضي ومعاكم في حلقة جديدة من حكايات بعد نص الليل. النهاردة عندنا ليلة مميزة جدا، وهي ليلة الهالوين. ضحكت ضحكة خفيفة وقالت: الليلة اللي ما بين الأحياء والأموات بيبقى فيها الحاجز أرفع من أي شعور. الليلة اللي بنسمع فيها حكايات غريبة يمكن نصدقها ويمكن لأ، بس أنا عايز أسمع منكم. احكولي إيه أغرب حاجة حصلت لكم في يوم الهالوين. طبعا في ناس دلوقتي من اللي بيسمعوني مستغربين يعني إيه هالوين، بس أنا عايز أقول لكم إن عيد الهالوين أو عيد الرعب بمعنى أصح بقى في فئة كبيرة جدا بيحتفلوا بيه هنا جوه مصر. هو تقليد غربي بس بيحبوا يقلدوه زي ما بيقلدوا أي موضة طالعة. لمبة الاتصال نورت، مي ابتسمت وقالت: معانا أول اتصال. ونقول: ألو، مين معانا؟ المكالمة الأولى كان لصوت خفيف طالع من السماعة، صوت بنت صغيرة جدا يمكن عندها 7 8 سنين. قالت بخوف: أنا مريم. مي قالت لها بحنية: أهلا يا مريم، إزيك يا حبيبتي، بتحب الهالوين؟ مريم سكتت شوية كمان، بعدها قالت: هو أنا ما كنتش بحبه، بس السنة اللي فاتت شفت حاجة غريبة في بيت جده. مي قربت من المايك وقالت بصوت مهتم: شفت ايه يا مريم؟ قالت: كنت قاعدة لوحدي في أوضة جده القديمة، وكنت بلعب بالعروسة، وفجأة سمعت حد بيخبط من جوه الدولاب. كنت فاكرة حد بيهزر، ولما فتحت الدولاب ما كانش فيه دولاب، كان فيه ممر طويل قوي كله ضلمة. مي ضحكت وقالت: ممر؟ انت متأكدة يا مريم؟ ده شكله كان كابوس يا مريم مش اكتر. قالت لها: لا يا طنط مي، انا دخلت جوه الممر، بس لما رجعت لقيت نفسي في بيت تاني، في ناس واقفة حواليا لابسين ماسكات سودا. واحد فيهم قال: ارجعي مكانك يا مريم، ده مش وقتك. بعدها صحيت على صوت جده بيزعق. مي سكتت ثانيتين وبعديها قالت: تمام يا مريم، شكرا على الحكاية الغريبة دي والمرعبة في نفس الوقت. شكلها فعلا ليلة مرعبة. لكن قبل ما مي تقفل سمعت في السماعة صوت البنت بيهمس بهدوء جدا وبتقول: هو رجع يا طنط مي، رجع في الدولاب تاني. ومرة واحدة الخط قطع. مي بصت للمخرج من ورا الإزاز وقالت بنبرة خفيفة من التوتر: الخط وقع. المخرج شاور لها براسه وقال لها: بس الغريب ان مفيش اي رقم طالع على الشاشة. مي خدت نفس طويل وقالت في المايك: واضح ان البداية قوية، خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل معاكم تاني. المزيكا المرعبة اشتغلت والانوار اللي في الاستوديو هديت، بس وهي بتبص على الازاز اللي قدامها حست كأن في وش طفلة صغيرة باصص عليها من الناحية التانية، ولما رمشت الوش اختفى. بعد الفاصل رجع صوت المزيكا الافتتاحية الخفيف. مي شربت شوية مية وظبطت السماعة على ودنها وقالت بصوتها الهادي اللي الناس بتحبه: ورجعنا لكم تاني ومعانا اتصال جديد، يلا بينا نسمع القصة التانية ونشوف الليلة دي مخبيها ايه. ونقول: الو. صوت الراجل طالع تقيل في بحة كده كأنه لسه صاحي من كابوس. قال: مساء الخير يا استاذه مي. مي ابتسمت قالت له: مساء النور، قول لنا اسم حضرتك يا فندم. قال لها: انا حسين، شغال في المشرحه العامه في العباسيه بقالي اكتر من 15 سنه. ضحكت وقالت: يعني حضرتك اكيد مش بتخاف بقى واتعودت على المناظر اللي بتشوفها. قال لها: لا يا استاذه، انا مش بخاف من الميتين، انا بخاف من اللي بيصحوا. سكتت مي ثانيتين وبصت ناحيه المخرج اللي قاعد ورا كانها بتستنى تاكيد ان الراجل ده بيهزر، لكن صوته كان جد جدا، ما كانش هزار خالص. قالت له: طيب احكي لي يا حسين، حصل ايه في الهالوين اللي فات؟ قال لها: الهالوين اللي فات الليله دي عمري ما هنساها. كنت لوحدي في الشفت الليلي، الساعه كانت داخله على 2 بالليل، الجو كان برد جدا والانوار بتفصل وتيجي كل شويه زي ما يكون في حد بيلعب في المفاتيح. مي حاولت تضحك وتخلي الجو اخف شويه. قالت له: اكيد الكهرباء عندكم قديمه بقى والمشرحه ما بتتجددش. الراجل قال لها بنبره تقيله قوي: يا ريت يا أستاذة، والله أنا كنت قاعد بكتب في الدفاتر، فجأة سمعت صوت حاجة بتزيق. الترول اللي عليه الجثة اتحرك من غير ما حد يلمسه. الأول قلت يمكن هوا، بس مفيش هوا جوه المشرحة أصلا، فقمت أشوف في إيه. لقيت الجثة نازلة من فوق الترول ورجليها بتسحب على الأرض. مي برقت وقالت بنبرة مصطنعة: أكيد كنت متوترة وبيتهيأ لك يا عم حسين.
ضغط الشغل ممكن يعمل أكتر من كده. قال لها لا يا أستاذة، أنا متأكد الجثة كانت لواحدة ست اسمها عفاف عبد العاطي، ماتت في حادثة عربية، بس أنا واقف ببص عليها الست فتحت عينيها وبصت لي، كانت بتبص لي كأنها عايزة تقول لي حاجة. أنا وقعت على الأرض من الرعب. مي سكتت وقالت له بعدين عملت إيه؟ قال لها جريت ناحية الباب بس الباب ما كانش بيفتح، الأنوار فصلت خالص وكل اللي كنت سامعه صوت خطوات بتقرب عليا، كنت بصرخ وبنادي بس محدش بيرد عليا. وبعد كده النور رجع والجثة كانت رجعت مكانها على الترول، بس دمها كان نازل من ودنها على الأرض. صوت مي بدأ يتهز وهي بتسأله طب وحصل ايه بعد كده؟ قال لها ولا حاجة. بعديها بيوم لقيت الجثة اختفت من المشرحة تماما، وكل ما حد يشتغل في الليلة دي بيشوف. قالت له بيشوف ايه؟ قال لها بيشوفها ماشية جوه الممرات. صمت تام سيطر على الاستوديو، حتى المخرج اللي كان دايما بيضحك الحكايات المرة دي كان قاعد بيبص من ورا الإزاز بملامح مرعوبة. مي حاولت تهزر عشان تخف الجو كالعادة، قالت له واضح إن عندك قصص كتير يا عم حسين، ممكن نخصص لك حلقة لوحدك بعد كده. قال لها مش هتلحق يا أستاذة مي. صوته بقى غريب قوي وفجأة بيتكلم بصدى. قال لها الست اللي كنت بحكي لك عنها كان اسمها عفاف عبد العاطي، بس الغريب بقى إن ده نفس اسم والدتك، مش كده ولا إيه؟ مي اتجمدت مكانها، عينيها وسعت، والمخرج قام من مكانه بسرعة وقال لها اقطعي الاتصال، اقطعيه بسرعة. بس قبل ما تلحق تعمل كده الصوت الغريب اللي في السماعة كمل وقال هي بتسلم عليك يا مي، هي وراكي دلوقتي. مي لفت بسرعة وبالفعل الإزاز اللي كان قدامها ظهر عليه انعكاس ست واقفة وراه، شعرها نازل على وشها ودم بينقط من ودنها زي ما عم حسين قال بالملي. مي صرخت والمزيكا قطعت فجأة، الهواء في الاستوديو بقى تقيل وكل اللي سمعوه بعدها كان صوت وشوشة خفيف في المايك. لسه فاضل اتصال كمان. الساعة كانت قربت على 3 الفجر. من الأنوار الهادية في الاستوديو عاملة ظل طويل على الحيطة، كل حاجة كانت ساكتة حتى صوت المطر وقف. بس فجأة الخط رن. مي رفعت راسها وبصت على شاشة التليفون اللي قدامها، الرقم مش باين بس مكتوب إن الرقم ده خاص. اتنهدت وقالت وهي بتحاول تهزر مع الجمهور واضح إن في حد عايز يعمل فيلم رعب بجد النهاردة، رقم غريب كده في يوم الهالوين، يلا بينا نشوف مين ده. ألو، مفيش رد في الأول. صوت حد بيتنفس كأن في حد قريب جدا من المايك. مي ضحكت وقالت قال له مين معانا؟ سامعاك، اتفضل اتكلم. الصوت جه هادي جدا، مش واضح اذا كان راجل ولا ست، كانه خليط بين الاتنين. صوت كده خشن وغامض في نفس الوقت. قال انت بتحكي عن الناس اللي بتخاف في الهالوين، بس محدش قالك انك هتكوني الحكايه الجايه يا مي. مي اتسمرت مكانها وضحكت ضحكه مصطنعه وقالت جميله الجمله دي، شكلها مقدمه فيلم رعب، بس انت مين بقى؟ قال لها انا عارفك اكتر من نفسك. قالت له تمام يا سيدي، يلا عرفني اكتر عن نفسي، احكي لي بقى ايه الحكايه المرعبه اللي حصلت لك. قال لها حكايتي عن واحدة اسمها مي القاضي، مذيعة بتحب الهالوين، بتفكر إنها بتتحكم في الحكايات اللي بتسمعها، بس المرة دي الحكاية هتكون عنها هي. مي اتوترت جدا بس لسه بتحاول تمسك أعصابها. قالت وهي بتضحك بخفة حلو التشويه ده، كمل يا أستاذ مجهول. الصوت كمل بنفس البرود وقال هي كانت قاعدة قدام المايك لابسة بلوزة سودا وشعرها مربوط، حواليها ضلمة خفيفة، والساعة كانت بالظبط 3:07 الفجر. مي بصت على الساعة على الحيطة، كانت فعلا 3:07. ايديها بردت فجأة وصوت نفسها بدأ يتقل. قالت له بعدين، قالتها بنبرة فيها خوف بسيط. الصوت كمل بنفس الهدوء هتسمعي خبط على الإزاز اللي وراكي، تفتكري إن هو هوا بس هو مش هوا، وهي هتقوم تبص ومش هتلاقي حد. بعد كده النور هيقطع، ووقت ما النور يرجع هتكون واقفة بس مش لوحدها. هي اتكلمت بسرعة وحاولت تهزر. قالت انت بتهزر معايا ولا ايه؟ شكلها نكتة تقيلة شوية. الصوت ضحك ضحكة مش بشرية لأنها جاية من 3 أصوات في نفس اللحظة. هو الهزار في الهالوين حرام يا مي؟ على فكرة الحاجات بدأت تحصل فعلا. اللحظة دي سمع صوت خبط حقيقي على الإزاز اللي وراها. مي اتجمدت مكانها. المخرج من جوه الكنترول رفع عينه ناحية الإزاز وباين عليه الرعب. مفيش أي حد وراه بس الصوت بيتكرر تك تك تك. الصوت اللي في السماعة كمل لها شايفة، قلتلك هيبدأ الخبط دلوقتي، استنى النور يقطع. وفي نفس الثانية النور فعلا فصل. الاستوديو كله غرق في الضلمة، بس مش أي ضلمة، ضلمة كلها رعب. بس السماعة
لسه شغالة والصوت لسه بيتكلم. دلوقتي هتشم ريحة عطر والدتك اللي كانت دايما بتحطه قبل ما تنام. مي شهقت ودموعها نزلت، هي فعلا شمت ريحة العطر. يا عفاف عبد العاطي أمها، نفس الاسم اللي الراجل في المكالمة اللي قبلها قاله. الصوت قال بهمس: مش قلتلك هي لسه هنا؟ النور رجع فجأة، ومي لقت ايد ست باينة وراها الإزاز، صوابعها طويلة وكلها دم وسابت علامة دم على الإزاز. مي قفلت الاتصال بسرعة، ضحكت ضحكة هستيرية وقالت للجمهور بصوت متقطع: واضح إننا عندنا مستمع خياله واسع جدا، خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد شوية. بس وهي بتقول الجملة دي كانت إيديها بتترعش وصوت نفسها بينهك حرفيا، كأنها بتحاول تصدق إن اللي بيحصل ده طبيعي وإن مفيش حاجة. المخرج دخل الاستوديو وقال: الصوت ده كان إيه؟ ده الرقم مش معروف. بس قبل ما تلحق ترد خط رن تاني. لما المخرج بص على الشاشة لقاه فاضي، مفيش رقم، مفيش اتصال، بس السماعة كانت مرفوعة وصوت همس ضعيف بيقول: لسه مخلصناش يا مي، طريقة الموت. لكن مي قفلت الخط بسرعة. مي بعد ما قفلت الخط قعدت مكانها ساكتة شوية، بتحاول تضحك وتكمل الحلقة لأن مفيش حاجة حصلت. بس عينيها كانت بتدور حوالين الاستوديو كله لأنها بتدور على حاجة بس هي مش شايفاها. المخرج دخل وقال لها بصوت واطي: مي، نطلع فاصل ونقفل. وشك ابيض خالص، انت عاملة ازاي كده؟ قالت له بخوف: لا هكمل، الناس بتسمعنا، مفيش حاجة. قعدت قدام المايك، مسكت الورق اللي قدامها بس ايديها كانت بتترعش فعلا، صوتها متقطع كده وهي بتتكلم. قالت: اسفة يا جماعة الازعاج اللي حصل، نكمل حكايات الهالوين. قولوا لي مين لسه صاحي معانا لحد دلوقتي؟ مفيش اي رد وصل لها على الصفحة من اي حد خالص، بس في وشوشة، صوت خفيف جدا كان طالع كأنه حد بيتنفس. المخرج بصلها وقال: انت سامعة كده؟ وقبل ما ترد حصل اللي محدش توقعه، النور قطع فجأة. الاستوديو غرق في الضلمة المرعبة. صوت زنة بتاع التشويش عالي من السماعة. مي قامت واقفة بسرعة وصوت نفسها باين في المايك: ايه ده؟ النور فصل يا جماعة. المخرج حاول يشغل الكشاف بتاع الموبايل بس النور اللي طالع كان بيتهز والكشاف نفسه بينور ويطفي لوحده. فجأة صوت الست اللي كان على الإزاز رجع، بس المرة دي مش انعكاس، كانت ورا مي فعلا. صوت نفسها باين في المايك وهي بتتنفس بسرعة: مين هنا؟ الصوت المجهول رجع في السماعة وهادي جدا: الساعة 3:07 عدت، دلوقتي وقتك. المايك اشتغل لوحده وصوت تشويش بقى عالي جدا لأن في آلاف الأصوات بتتكلم في نفس اللحظة، بتضحك وبتهمس وبتقول: مي القاضي، مي القاضي، مي القاضي. أصوات كتير بتنادي باسمها. المخرج بيصرخ: قال لها اقطعي البث، اقطعي البث بسرعة يا مي. بس مي كانتش بتتحرك، كانت واقفة مكانها وشايفة حاجة محدش شايفها غيرها. كانت ضلمة، طلع وش الست، نفس الست اللي حسين حكى عنها في المكالمة اللي قبلها. وشها مشوه وعينيها سودة، دم بينزل من ودانها على الأرض، وبإيديها الطويلة قربت من وش مي ولمست خدها بصباعها المتجمد ده. المايك سجل كل حاجة، صوت نفس مي اتقطع وبعدها طلعت منها صرخة مكتومة، صرخة طويلة وجواها رعب حقيقي، كأنها بتتسحب منها الروح وهي بتصرخ. الصوت ده كان آخر حاجة الجمهور سمعها. بعدها حصل خبطة عالية قوي وصوت غريب بتشويش عالي، وسكت الخط تماما فجأة. الراديو كله سكت. الجمهور اللي كان بيسمع افتكر انهم بيعملوا مشهد تمثيلي للهالوين. ناس ضحكت وناس كتبت على السوشيال ميديا: دي اجدع حلقة رعب عملتها مي القاضي في حياتها. لكن بعد ساعة الإذاعة أعلنت إن البث اتوقف فجأة، وإن المذيعة مي القاضي اختفت من الاستوديو أثناء الحلقة. التحقيق بدأ بعد أقل من نص ساعة. من الصرخة اللي قلبت مصر كلها، شارع الاستوديو كان متقفل، عربيات بوليس مالية المكان وأصوات اللاسلكي والظباط رايحة جاية. الظابط المسؤول الرائد حسام دخل الاستوديو بخطوات سريعة، وشه كان مستغرب من أول لحظة شاف فيها المشهد. المايك لسه مولع والأنوار عاملة وميض غريب كأن حد كان بيلعب في الكهرباء. الكرسي بتاع مي كان واقع على جنبه وسماعة الراديو مرمية على الأرض، وفي آثار كأنها خربشة على الحيطة اللي وراهم، خربشة مش بشرية خالص، طويلة وغويطة كده، وكأن حد كان بيحاول يخرج من جوه الحيطة نفسها. الجثة كانت قاعدة على الأرض، ظهرها لورا وإيديها ممدودة ناحية المايك كأنها بتحاول توصل ليه قبل ما تموت. وشها كان في تعابير خوف مش طبيعي، كأنها شافت حاجة العقل ما استوعبهاش. لكن المريب أكتر
إن لبسها كان نفس اللي متصل الغريب وصفه بالحرف، بلوزة سودا وشعرها مربوط. الضابط بص للمهندس بتاع الصوت اللي كان في غرفة الكنترول وقال له هات التسجيل الأصلي بتاع الحلقة. الراجل قال له وهو بيبلع ريقه أيوة يا باشا، بس في حاجة غريبة. قال له غريبة؟ غريبة إزاي يعني؟ اللي قال له المكالمة التالتة مش موجودة على التسجيل أصلا. قال له إزاي يعني؟ ده الناس كلها سمعتها على الهوا. قال له والله ما أعرف، التسجيل بيسجل كل حاجة أوتوماتيك، بس بعد المكالمة التانية الصوت اختفى لحد ما سمعنا صوت الصرخة. الضابط حسام وقف لثواني وبص حواليه في الاستوديو، كل حاجة كانت في مكانها ما عدا حاجة واحدة بس، المراية الصغيرة اللي كانت قدام المذيعة كانت متكسرة، وفي نصها كان مكتوب بكلمة باهتة كأنها مكتوبة بصباع مبلول دم كلمة اتسمعت. حسام اتنفس ببطء وقال لنفسه اتسمعت؟ يعني ايه؟ مين اللي اتسمع اصلا؟ رجع وسأل المهندس في كاميرات مراقبة في الاستوديو؟ قال له ايوه طبعا يا باشا، بس لما رجعناها الكاميرات قطعت في نفس اللحظة اللي النور فصل فيها. ساعتها حسام اتعصب جامد وبعد كده حط ايده على وشه وقال اللي حصل هنا مش مجرد جريمة قتل. وهو ما كانش يعرف ان التسجيل الحقيقي لسه شغال، بس مش في الاستوديو، في مكان تاني تماما، وفي صوت مي بيهمس من بعيد. حد سمعني؟ المخرج عماد كان قاعد في اوضه الكنترول وشه مبلم وكأنه شاف الموت بعينيه. الضابط حسام دخل عليه وقال له بنبرة فيها توتر انت المخرج صح؟ احكي لي بالظبط ايه اللي حصل قبل ما تسمعوا صوت الصرخة. عماد بلع ريقه بصعوبة وقال يا باشا الخط اشتغل لوحده والله العظيم انا ما لمستش حاجة، اشتغل لوحده. قال له اشتغل لوحده؟ اشتغل لوحده ازاي يعني؟ قال له يعني مفيش مكالمة جاية، الشاشة نورت فجأة وظهر رقم غريب، رقم مش طبيعي أصلا، كأنه مش رقم تليفون أصلا، كان مكتوب إن هو رقم خاص بس تحتيها كود غريب، أرقام وحروف متشقلبة حاجات غريبة كده. حسام رفع حاجبه وقال له كود؟ الكود ده أنت حفظته؟ عماد قال وهو بيحاول يفتكر مش كله بس أظن كان في رقم 31 وبعديها في كذا حرف، بس على فكرة كل سنة بيظهر الرقم ده في نفس اليوم. الضابط قرب منه أكتر وقال بحدة استنى كل سنة يعني إيه؟ عماد بص على الأرض وقال بصوت خافت أيوة يا باشا، البرنامج ده بقاله 3 سنين بيتذاع في نفس اليوم ليلة 31 أكتوبر، وكل سنة بيظهر الرقم ده، وكل مرة بيبقى فيه مكالمة غريبة ومذيع بيختفي أو يموت بعد الحلقة. سكت للحظة وصوته اتكسر وهو بيقول أنا فاكر أول سنة لما كان بيقدم مذيع اسمه كريم فهمي جاله اتصال في نص الحلقة وسمعناه كلنا بيقول نفس الجملة هتحكي عن الخوف بس الدور الجاي عليك. الضابط بص ليه في صدمة قال له هو محدش ربط بين الحاجات دي وبين اللي حصل؟ رد وقال حاولنا يا باشا بس التسجيلات كلها كانت بتختفي والكلمة الوحيدة اللي كانت بتتكرر في كل مكالمة كانت كلمة واحدة. عماد سكت لحظة وصوته بدأ يتهز وهو بيتكلم الهالوين. الهالوين الجسر بين الأحياء والأموات. حسام اتجمد مكانه، الكلمة رنت في ودنه زي صفارة الموت. قال له الهالوين يعني كلهم ماتوا في نفس اليوم؟ قال له أيوة يا باشا، نفس الليلة نفس التوقيت الساعة 3 الفجر بالظبط. الضابط بص ناحية المايك اللي لسه محطوط في الاستوديو وقال يعني الحلقة دي كانت الأخيرة؟ عماد رفع عينه وبص له بنظرة كلها خوف. قال له آخر حلقة يا باشا والله، بس كل اللي بيحاول يعمل حلقة عن الهالوين يبقى الحكاية الجاية حكايته. الضابط سكت وراح ناحية المايك، مد ايده عليه بحذر لكن قبل ما يلمسه المايك اشتغل لوحده والصوت ماي القاضي طلع واضح جدا من غير أي تشويش وقالت مساء الرعب على الكل اللي بيسمعونا، أنا مي ولسه الحكاية ما خلصتش. ساعتها النور اتطفى والاستوديو غرق في الضلمة تماما. صوت نفس الكود الغريب طلع على الشاشة من تاني والخط رن رقم خاص 31 اتش 4. الضابط حسام بعد اللي حصل ما قدرش يكمل دقيقة واحدة في الاستوديو، خرج وهو بيعرق وصوته مخنوق وعينه بتلف حوالين المكان كأنه خايف يسمع صوته تاني. النيابة أمرت بإغلاق الاستوديو فورا والشمع الأحمر اتعلق على الباب مكتوب عليه بخط واضح ممنوع الدخول. وقعت وفاة أثناء البث المباشر. عماد المخرج فضل قاعد قدام الباب لحد الفجر مش مصدق إن الصوت اللي سمعه كان حقيقي ولا إن مي فعلا ماتت بالشكل ده. بس إن الغريب إن كل الأجهزة اتحجزت ما فيهاش أي تسجيل ولا حتى ثانية من الحلقة الأخيرة ولا المكالمات ولا الصرخة ولا كلمة الهالوين اللي اتقالت في آخر الحلقة.
كأنها عمرها ما اتذاعت أساسا. مرت الشهور والناس بدأت تنسى الحكاية، بس الغريب إن كل سنة يوم 31 أكتوبر الساعة 3 بالظبط الناس اللي عندهم راديو قديم بيحكوا نفس القصة، وبيقولوا إنهم بيسمعوا صوت أنوثة ناعم بيبدأ الحلقة كده بالظبط. هنا مي القاضي وحلقة جديدة من الحكايات بعد نص الليل، وبعديها نفس الجملة اللي قالتها قبل ما تموت: الهالوين الليلة اللي الأحياء فيها بيتكلموا عن الأموات. الناس بتفتكر إنها إعادة الحلقة القديمة، بس أصلا مفيش ولا محطة في مصر كلها بتذيع البرنامج ده من وقتها، ولا في أي تسجيل أصلا موجود على السوشيال ميديا لأي حلقة. وفي مرة في سنة 2024 واحد اسمه أدهم طالب إعلام قرر يعمل بحث عن الظاهرة دي، وراح للاستوديو القديم. المكان كان مقفول من سنين، عبارة عن تراب والبرد فيه يخش العظم. بس لما دخل سمع حاجة صوتها خفيف من السماعة القديمة اللي كانت باقية في الركن. قرب منها ولما حط ودنه عليها سمع صوت واضح جدا كأنها بتكلمه هو بالذات. قالت له: اتأخرت يا أدهم، الحلقة الجاية مستنياك. بعدها الإضاءة القديمة نورت لوحدها، والمايك اللي كان على الترابيزة اشتغل، وظهر على الشاشة كود غريب جدا وهو خاص 31 اتش 4. ومن بعدها محدش شاف أدهم تاني، ولا حتى قدر يدخل الاستوديو من يومها. بس لحد النهاردة لو فتحت الراديو يوم 31 أكتوبر الساعة 3 الفجر ممكن تسمع همس في الخلفية بيقول: خليك معانا، الحكاية الجاية الدور عليك.